تخيل معايا حياتك ماشية تمام، كل يوم مليان هزار وضحك، بتشارك الشخص اللي بتحبه في كل تفاصيلك، من أبسط الحاجات اللي بتحصل لك لحد أكبر أحلامك وخططك. بتحس إنك عايش في عالمك الخاص مع حد فاهمك، مستمع ليك، موجود جنبك دايما. كل حاجة طبيعية وحلوة، ومفيش أي حاجة ممكن تخرب الجو ده. وفجأة تحس بحاجة غريبة، الرسائل بتقل، المكالمات بتقل، الاهتمام اللي كان موجود بيختفي تدريجي، والشخص اللي كنت فاكر انك تعرف كل حاجة عنه بقى غريب، حتى لو موجود جنبيك حاسس انه بعيد. قبل ما نكمل، اعمل لايك وفولو وشارك الفيديو ومنشن لحد تحس انه محتاج يسمع الكلام ده، لانه الموضوع ده ممكن يحصل لأي حد. الناس بتخون لأسباب كتير، وأحيانا بتكون نفسية أكتر ما هي مجرد غلط. أول سبب الملل أو البحث عن الإثارة الجديدة. لما العلاقة تبقى روتينية، بعض الناس بيبدأوا يدوروا على إحساس جديد، اهتمام جديد، أو مغامرة قصيرة تديهم شعور بالإثارة. حد مرتبط من سنتين فجأة بدأ يقضي وقت على تطبيقات مواعدة، وكان بيشوف لو لسه مرغوب ومحبوب. الشريك التاني اكتشف الموضوع وحس بالخيانة حتى قبل ما يحصل أي حاجة، وده خلاه يحس بالصدمة والخذلان. تاني سبب الفراغ العاطفي أو عدم الاكتفاء العاطفي. الشخص ممكن يحس بالوحدة أو بعدم الأمان في العلاقة، فيبدأ يدور على حد يحسسه بالاهتمام والحب اللي مش حاسه في العلاقة الأساسية. شخص بيشتكي من إهمال شريكته وبدأ علاقة قصيرة مع حد تاني تحسسه بالأهمية. يوميا كان بيبعت لها رسائل صغيرة، يهتم بتفاصيلها، الحاجة اللي كان محتاجها طول الوقت وما كانش حاسس بيها في العلاقة الأساسية. ثالث سبب الخوف من المواجهة أو عدم النضج العاطفي. لما يحصل مشكلة، بدل ما يحكي ويواجه يختار الهروب. حد بدأ علاقة تانية وفضل يخفيها بدل ما يقول الحقيقة. لما اكتشف الشريك الموضوع، حس بالخذلان الشديد والجروح النفسية العميقة، حتى الشكوك البسيطة بقت تقلب حياته كلها. رابع سبب النرجسية والأنانية. الشخص النرجسي بيهتم براحة نفسه بس، ومش فارق معاه مشاعرك. حد فضل يخدع شريكته لسنين بسبب رغبته في المتعة والراحة الشخصية، من غير أي اعتبار لمشاعرها. حتى لما كان الشريك محتاجه، كان مشغول بنفسه بحاجاته الخاصة، وده خلى الطرف التاني يحس بالوحدة والخذلان الشديد. تأثير الخيانة على الشخص التاني كبير جدا، بيخلي الشخص يحس بالرفض، الشك في نفسه، الذنب، وفقدان الثقة بالنفس، وممكن يوصل لاكتئاب أو إحساس بالوحدة العميقة. أحيانا تحس إن كل حاجة حواليك بتتغير، حتى الناس اللي حواليك. بس افتكر حاجة مهمة جدا، المشكلة مش فيك، المشكلة في الشخص اللي اختار الخيانة بدل المواجهة. والأهم، أنت لسه قوي، أنت لسه قيمتك عالية، وقادر تخلق حياة أحسن لنفسك. اللي خانك خسر، لكن أنت عندك فرصة تبدأ صفحة جديدة، علاقات صحية حقيقية، وناس تقدر قيمتك وتحترمك. افتكر دايما، قلبك مش أقل، وعقلك قادر يختار الأفضل. كل تجربة صعبة بتخليك أقوى وأوعى وأذكى في اختيار الناس اللي حواليك. خلي قلبك مليان حب لنفسك، وما تسمحش لحد يحدد قيمتك أو يحسسك بالنقص. اعمل لايك وفولو وشارك الفيديو، ومنشن لحد تحس إنه محتاج يسمع الكلام ده، لأنه الوعي بالنفس، الحب لنفسك، والطاقة الإيجابية هي اللي هتحميك وتحافظ على قلبك وعقلك. افتكر، اللي خانك خسر، وانت قدامك حياة أفضل مليانة سعادة وحب حقيقي.